السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم معنا في قناة صوت الأمة عبر برنامج مع أو ضد، اللي كناخذوا في آراء المواطنين حول القضايا الاجتماعية، الاقتصادية، التربوية والإدارية وغيرها. موضوع حلقة اليوم غادي يكون حول الأخبار اللي تداولت مؤخرا على الطاكسيات الكبار اللي غادي يكونوا في حد سوالم، واللي غادي يربطوا الأحياء المدينة بعدة خطوط انطلاقا من مركز 30. إذا خليكم معنا نسمعوا آراء المواطنين، واش هما مع أو ضد هذه الفكرة. السلام عليكم، كنشكركم على الزياره ديالكم. هذه فكره مزيانه ديال الطاكسيات باش غادي يولوا في واحد السوالم، وحنا محتاجين اي حاجه غتنمي البلاد محتاجينها. بعض الخطرات كيكونوا الناس كينزلوا مثلا غير مع 8 الليل ولا 9 الليل كيلقاو مشكل باش غادي يتنقلوا مثلا غير للساحل ولا غادي يتنقلوا غير الاماكن اللي قريبه، وحنا محتاجين نمشي طاكسي صغار ومحتاجين شحال من حاجه في واحد السوالم، وهذه بديره مزيانه وكنشكروا كاع اللي ساهم فيها. الطاكسيات بديره زوينه، ونتمنوا من عند الله تزيد الاحسن الى مستحسن ان شاء الله. انا مع الفكره السي ابراهيم. بالنسبه لحد السوالم كبير، فيه حي صناعي كبير وفيه الناس برانيين، وكاين اللي كينزل مع جوج الليل، كينزل مع الوحده الليل، كاين الناس ما كيلقاوش حتى فين يخرجوا. فهمت؟ الطاكسيات مزيانين بالنسبه لي، انا مزيانه هي الطاكسيات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لهذه الفكره ديال انه يداروا الطاكسيات في حد السوالم، انا مع الفكره 100%، حيتاش اول حاجه غيولي ترونسبور سريع. من كاينين الناس كيبغيو يركبوا من حدا دارهم، خصوصا في هذا الفصل ديال الشتاء. اول حاجه، وثاني حاجه كاينين ناس مسنين ما كيقدوش انهم يستعملوا وسائل التوصيل البدائيه اللي كاينه هذه الساعه. وثالث حاجه، الطرقان غيوليو نقيين، حيتاش الاكبر مشكل انا شفتو هو انه المسجد كدوز كرويله وكتوسخ قدام المسجد، والداخل كيبقى واحد الريحه راه يرثى لها. السلام عليكم. كنشكر هذه القناه هذه اللي دارت هذه المبادره، والفكره اللي جات بها هي فكره رائعه وجيده، ان يكونوا واحد لي غرون طاكسي في حد السوالم، لان فعلا خاص حد السوالم خاصها طاكسيات صغار ولا كبار انهم ينقلوا الناس داخل المدينه، بحكم ان المدينه كبرات بزاف وان واجب التنقل فيها، وحتى العربات كانوا كيعطيو واحد الصوره مشوهه للمدينه، وانهم تيوقفوا ضد التنميه. وحنا خاصنا ولات المدينه بحاجه الى هاد الطاكسيات هادو. وكاينين مدن اصغر من حد السوالم استفدوا من طاكسيات صغار، بحال مدينه البرجيد، بحال دار بوعزه، اللي هما صغار بزاف على حد السوالم. واحد السوالم منطقه صناعيه، وكنت كنشوف بان صفحات كينقلوا الناس كتنقل في العربات وكتعطي واحد الصوره شويه مشوهه. فانا مع هذه الفكره، ولات ضروره ولات حتميه بان خص يكونوا طاكسيات صغار ولا كبار داخل المدينه. وشكرا.